السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال والصحه، ويدخل عليكم هذا رمضان بالصحه والسلامه باش كتمناو يا رب. كما كتشوفوا اليوم غنوجد معكم واحد الشباكيه اللي هشيشه، كتجي هشيشه وشاربه العسل، وعلى بركه الله نقول لكم المقادير اللي غنحتاجو في هذه الشباكيه هذه. اول حاجه كنحتاجو في القصعه كنديرو 2 كيلو ديال الطحين اللي كيكون مغربل، غنضيف معاه هنايا عندي 2 كيسان ديال الججلان اللي محمر ومطحون، ومعهم كاس ديال اللوز راه طحنتهم مزيان، نيلتهم بجوج كما كتشوفوا، ما يكونش فيهم الحبيبات، وغربلتهم، نيلتهم مزيان وغربلتهم. كنضيف معهم هنا معلقه كبيره ديال النافع، ومع القرفه، ومعلقه ديال حبه حلاوه، معلقين كبار ومطحونين ومغربلين. هنايا قبصه الملح، هنايا واحد معلقه صغيره كما كتشوفوا ديال المسكر حره حتى هي مطحونه، مع شويه ديال السكر سنيده باش تطحن لينا في الماكينه. هنا عندنا كاس ديال الزبده، الكاس الاول ديال الزبده خلينا حتى دابت مزيان وتبخر من هذاك الحليب. كما كتشوفوا 2 كيسان. هنا كاس ديال الزيت زيت الزيتون، وهنا كاس ديال الزيت ديال المائده. يعني كما كتشوفوا درنا 2 كيسان ديال الزبده اللي خليناها دابت مزيان حتى ولات لنا نوازيط، ودرنا كاس ديال الزيت البلديه وكاس ديال الزيت الروميه. كنخلطوهم مزيان، كنبسبسوا هذا الطحين، ومن بعد كنضيفوا المقادير الاخرى. كما كتشوفوا بسبسنا الخليط ديالنا مزيان، دخلنا ديك الزبده والزيت اللي كانت عندنا دخلناها في الطحين حتى حصلنا على هذا القوام هذا. ومن بعد هنايا غادي نضيفوا، عندنا غنجيب واحد الكاسرونه غنديروا فيها نص كاس ديال الخل، غنضيفوا 2 قراعي ديال الماء الزهر. عطوني انا هنايا كل قرعه عطاتني كاس ونص، يعني 3 الكيسان. المهم الا خصكم العجينه خاصها السوائل غادي تزيدوا شويه د الماء. وغنضيفوا معاه هنايا غنضيفوا معاه الزعفران زغبه، ودرت معاه انا باقي واحد الشاصي ديال الملون راه مشى ليا المقطع ديالو. وهنايا غندير 2 صفر ديال البيض. هذاك الخليط راه درناه فوق العافيه غير يدفى لينا. كما كتشوفوا 2 صفر ديال البيض، هنا 2 معالق صغار ديال الخميره ديال الحلوى، وغنديروا راس معلقه ديال الخميره ديال الخبز. والعجينه ديالتنا غادي نعجنوها بهذاك الماء والخل، الماء الزهر عفوا، والخل اللي كنا دفينا، غير دفينا ما يكونش سخون بزاف، هو باش غنعجنو. كما قلت لكم الا كانت خاصكم، لان الطحين كاين اللي كيشرب واللي ما كيشربش، المهم الا خاصكم السوائل زيدوا واحد شويه ديال الماء الزهر ولا الماء، ماشي مشكل. العجينه خاصها تكون قاصحه. انا في الاول راه قصحت العجينه، ولكن مازال زدت لها واحد شويه، 2 معالق ديال الخل ديال الماء الزهر، وعجنتها.
كما كتشوفوا هنا عندي كما قلت لكم راه العجينه قاصحه، ولكن زدت لها مازال 2 معالق ديال ما الزهر وعجنتها. وهنايا قطعتها كويرات وطلقتها. انا راه مشى ليا المقطع ملي كنت كنطلق العجينه، طلقتها بالدلاك ودرتها في الماكينه. المهم هنايا الطريقه باش شبكت، ديال الطريقه باش شبكت. هنا شبكت الشباكيه ديالتي كلها اللي عندي وغطيتها وخليتها حتى الصباح عاد قليتها. هنا في الصباح باش طلعت عندي الكوزينه الفوقانيه، طلعت ليها للسطح ودرت الفورنو ديالتي، درت فيه الزيت هنايا في الكميله وقليت الشباكيه ديالتي باش ما تبقاش ليا الريحه ديالها. كتعرفوا ريحه القلي ديال الشباكيه كتكون مجهده. راه احسن حاجه البنات تخدموا الشباكيه وتخلوها ترتاح وتنشف، راه كتجي زوينه في القلي. داكشي اللي درت انا كما كتشوفوا، راه كما قلت لكم راه خليتها بات حتى الغد ليا في الصباح عاد قليتها. وكما كتشوفوا هذه هي النتيجه النهائيه ديال الشباكيه ديالتنا. كما قلت لكم راه كتجي هشيشه
وكتجي شاربه العسل. نتمنى ان شاء الله تجربوها بالطريقه اللي وريتكم، وما تنسونيش البنات من التعاليق المحفزه، واللي مازال ما تابوناش عندي في القناه يتابونا، تبارطاجوا القناه ديالي مع الاهل والاصدقاء ديالكم. والى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله.